الفيديو ده عن علاقتي بيوتيوب بمناسبة اني قربت اوصل ل100,000 سبسكرايب. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اخدت بالي ان انا قربت على ال100,000 سبسكرايبر، فنفسي اتفتحت تاني وقلت بس قوم يا واد، قوم يا واد كده، هزها وروح اعمل حاجة بقى. المهم ان الفيديو بتاع النهاردة لا هو سوبر ماركت ولا هو اي حاجة تانية، هو بس دردشة. من كام يوم سألت سؤال وقلت يوتيوب بالنسبة لك ايه، او مهم قد ايه في الحياة، او مؤثر قد ايه في الحياة، يعني في ليه تأثير، مش مؤثر اللي هي تقصير، لا تأثير. نخش في الموضوع كالعادة، بقعد اهلك واقول كلام نخش في الموضوع. وانا لو اسيب اللي في دماغي، يعني لو انا اركز في اللي انا جاي اتكلم فيه هنخلص ونخش في الموضوع ونتبسط كلنا. خش في الموضوع ارجوك. انا عمال الف واعجن برضو، الف وادور والت واعجن. انا اسف. كلنا اتفقنا على اننا بنفتح يوتيوب عشان نلاقي حاجة نتفرج عليها واحنا بناكل او بننام، تسمع بودكاست. انا مش بحكي عشان اتفزلك، انا بحكي عشان يمكن حد بيتفرج يتشجع يقوم يعمل حاجة هو كمان. يعني اصل ليه لا قول لي ليه لا. لما بدأت يوتيوب عندي على الشانل عندي انا، عشان كنت محظوظ وبدأت مع بيس كيك الاول، بس بعيدا عن بيس كيك، لما بدأت عندي بدأت بشورتس. انا بدأت متأخر بصراحة، بدأت متأخر. لما الشورتس بدأت كان شجعني برعي، وكان في واحد صاحبي تاني طول الوقت عمال يقول لي يا ابني ابدأ يا ابني ابدأ يا ابني ابدأ، مروان سلطان. انا اسف ان انا ما بدأتش من زمان. لما بدأت بشورتس، ودي كانت حاجة سهلة ومشجعاني ان انا ابدأ، ان اوريدي في كونتنت اتعمل وفي حاجات اتصورت واتعمل لها ايديت ونزلت وعجبت ناس واشتغلت وكده. فكان بالنسبة لي اللي هو طب وات اف ما اعمل ده تاني هنا، سواء بقى هنزل الحاجات دي تاني او هعمل حاجات مخصوص تنزل على شورتس من اول وجديد، وتبدأ الشانل بحاجة بسيطة واشوف يعني لو اشتغلت اهي فتحت نفسي فابدأ اشتغل اكتر. ما اشتغلتش انا ما حرقتش مجهود قوي فانا مش زعلان، فتمام خلاص حصل خير. وحصل السيناريو الاولاني انها اشتغلت، الشورتس اشتغلت. شكرا يا شورتس، شكرا يا ناس. بتجيب فيوز على الشانل نفسها، فالشانل اوريدي بدأت تشتغل، بتجيب لايكس بتجيب كومنتس. فبدأت احافظ على اني انزل واسكيدجول وارتب واحضر الشورتس تنزل في مواعيد معينة، عشان افضل محافظ على البوست بتاعي، وافضل محافظ على ان انا موجود على البلاتفورم دي. والحلو بقى اللي اتعلمته في يوتيوب شورتس انه ما بيوصل للناس اللي بره دايرة السبسكرايبرز بتوعك. ده بيخلي في ناس تانية لما تشوفك تعمل سبسكرايب، ففي وقت قليل وبسيط جدا فجأة لقيت الشانل بيجي عليها سبسكرايبرز كتير وبتكبر، وانا بحط شورتس بس. فكان بالنسبة لي ده مشجع قوي، اللي هو ايه ده، اوكي طب يلا بينا. اظن لو انا فاكر صح حوالي 40,000 سبسكرايبر في وقت قصير، مثلا بتاع 5-6 شهور التزام. ده 5-6 شهور التزام، فالشانل كبرت بسرعة. وهنا اتشجعت اللي هو طب ما اعمل حاجة طويلة بقى. طب ما انا عندي ناس، يعني انا في 40,000 بني ادم شافوا الحاجات القصيرة دي فاتبسطوا. طب ما اكبر الموضوع شوية واطمع واعمل فيديوهات طويلة مع الشورتس، لونج مع شورت فيفضل. فبدأت اعمل اول فيديو عملته هنا طويل عن قصد بحقه حقيقي، كان اللي بتكلم فيه عن ليه اياد الموجي لازم يفضل موجود، واللي هو الفيديو رياكت. وطلعت منه كات داونز حطيتها شورتس فاشتغلت برضو. فكانوا كل حاجة بتزق بعض قوي، فبقى في ميكس بين ان عندي حاجات قصيرة وحاجات طويلة على الشانل، فالاتنين فالدنيا كبرت فبدأت شانل. فوصلنا الى هذه اللحظة اللي انا مستني فيها ان احنا نبقى 100,000 سبسكرايبر. فاللي هو شكرا الحمد لله. احساسها بيبقى حلو والله، احساسها بيبقى حلو. ثانية واحدة، انت بتقول اليوتيوب ولا يوتيوب؟ يعني انا هفتح اليوتيوب في الف ولام التعريف، ولا بتفتح يوتيوب على طول ما بتستأذنوش بتخش تعمل انهي؟ لان انا بستأذنه. انا ساعات بستأذن واقول انا هفتح اليوتيوب، انا هنزله على اليوتيوب، مش ساعات، غالبا طول الوقت. فالموضوع ده شائك، اتمنى تكتب لي في الكومنتات بتستخدم يعني بألف ولام التعريف ولا من غير ألف ولام التعريف. دي تركاية تانية اتعلمتها من يوتيوب. انك يبقى في رايح جاي بينك وبين الناس اللي بتتفرج عليك، دي اتعلمتها بصراحة
من شغلي مع بيس كيك جدا، انك ازاي يبقى في conversation، ازاي توجه الناس في الكومنتس ان هم يتكلموا معاك عن حاجة معينة، فتخش تقراها فتكبر التشانل فتتعلم فتتطور وهكذا. لما الناس بتحس انك بتسمع او بتقرا اللي بيكتبوه بيتفاعلوا معاك اكتر وانت بتنجح اكتر. لما الناس قالت لي اعمل سوبر ماركت اكتر، فبدات اعمل سوبر ماركت تاني، وبدات ادور على افكار، بدات اعمل السيميليشنز اكتر. بحاول يعني هلتزم وهرجع، اوعدكم هرجع والله هرجع. التزام دي بدايه عشان التزم. وفعلا الكومنتس بتفرق قوي، ان الناس تخش تكتب لي ده حلو ده وحش، واطور بقى اروح اطبق ده على اللي انا اوريدي بعمله. فيحس ان رايه مهم. وهو حقيقي هو مهم، عشان انا بعمل ده للي بيتفرج مش ليا. انا بعمله للناس، انا بتبسط بيه وانا بعمله بس هو في الاخر انا عايز الناس تشوفه، فانا بعمله للناس. فانا لو مش هاخد رأي الناس انا بعمله ليه؟ حلو موضوع انك متحكم في ايه اللي تتفرج عليه. اشجع اي حد بجد انه يبدأ، عشان الموضوع بسيط بجد. لما حد بيجي يسألني انا عايز اعمل كونتنت، عايز ابدأ اعمل محتوى، عايز انزل حاجة، بجد انا مش بشكل وحش، انا فعلا مش مهتم انت عايز تعمل ايه بالظبط. انا مهتم انك تبدأ. يعني انا اول حاجة بقولها لما حد بيجي يتكلم معايا كده، بقول له ابدأ صور ونزل. انا مش فاهم انت مستني، انت جاي تاخد رأيي في ايه؟ انت عندك فكرة، خش دور على غيرها شبهها اتعمل ازاي واتعلم منه، وابدأ طوره من هنا ونزل. او يا سيدي افتح الكاميرا ونزل شورتس ونزل حاجات بسيطة الاول وجرب كده وشوف الناس هتقولك ايه، ومن هنا تكبر الموضوع وتشوف ممكن يتعمل لونج ازاي وهكذا. او زي ما يوتيوب اصلا بيقول ابداعك ثروتك، فانت مش محتاج اي حاجة تانية. انت مبدع، انت بتفكر، وهو ده هو ده اللي هيشغل لك الشغل. يبقى في ناس نتعلم منها، يبقى في ناس مش نتعلم منها. مش قصدي زي يعني عشان ما تقفلش دماغك معايا، مش كل كلمة تنطقها تبقى بالحرف، لا معلش. ناس نتعلم منها، يعني الناس بتعمل حاجات مختلفة نتعلم منها، مش كلنا نبقى الدحيح او استاذ حازم راغب. تتشجع وتقوم تهزها زي كده وتبدأ تصور شوية، فتبقى يوتيوب بارتنر بقى يا باشا. ايه بارتنر يوتيوب، يعني ابداعك بيتحول فعلا لثروتك. يعني بتبدأ تكسب بقى ماديا، فتحس اللي هو دي مكافأة حتى لو بسيطة جدا، بس هي بتفرق معاك لان انت حسيت اللي هو لا انا عملت حاجة تعبت فيها شوية، خدت مكافأة بسيطة او كسبت مبلغ بسيط، فانا بقيت اللي هو تمام. ومع الشغل بقى ده بيشجعك انك تعمل اكتر عشان تحاول تكسب اكتر، او يبقى في دخل اكتر من البارتنرشيب اللذيذة دي. المحتوى قوم اعمل محتوى، تبقاش زي قوم اعمل محتوى او ابقى زيي. يمكن انا بعد الفيديو ده ما ينزل ابقى تمام وابدا اشتغل اكتر على نفسي واتحسن فتبقى زيي. لو انا ما اشتغلتش، يعني بص بعد الفيديو ده الدنيا عامله ازاي، لقيتني ما التزمتش والدنيا مشيت، ما تبقاش زيي. ابقى زي برعي، محمد البرعي مثلا خطير. انا رغيت كتير جدا، ما اعرفش اتفرجت على ده وانت بتاكل ولا وانت نايم ولا ما اتفرجتش، بس يعني كان لو وصلت للحته دي اوعدك ان انا التزم اكتر. اتمنى انت كمان اي حد بيتفرج يبدأ يحرك الدنيا ويعمل حاجات و تصبح على خير. شايفني صح؟ بس بص عجباني بصراحة عجباني والله عجباني. باين ان انا بتكلم على اليوتيوب ولا مش باين من عندك؟